أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. النهاردة هنبدأ الحلقة العاشرة من شرح برنامج الفوتوشوب. وهنتكلم اليوم عن الأداة رقم 8 من هذا من أدوات هذا البرنامج. اتكلمنا قبل كده عن 7 أدوات. وهنتكلم اليوم عن الأداة الثامنة، وهي أداة بروش تول. وليها 4 نماذج أو 4 أشكال: بروش تول، وبنسل تول، وكرر ريبليسمنت تول، وبيكسر بروش تول. وهذه الأداة هي أداة هامة وبتستخدم في الرسم. وقبل ما نشرح هذه الأداة بنقول إن هذه الأداة أولا استخداماتها كتيرة. تاني حاجة إن هذه الأداة طبعا بتظهر هنشرحها كده شرح بسيط، لكن بيظهر أهميتها في التطبيقات العملية. تالت حاجة إن هذه الأداة بتتبع إبداع كل شخص. فمهما شرحنا عنها فهي في الآخر في الاستخدامات العملية بتظهر أهميتها طبعا لإبداع وطبعا لفن كل شخص بيستخدمها. ونبدأ ناخد نبذة بسيطة عن هذه الأداة. هنفتح عمل جديد من قائمة فايل، نختار نيو، أو من زي ما قلنا قبل كده كنترول إن لو عاوزين من لوحة المفاتيح. ودي أبعاد العمل زي ما قلنا قبل كده برضو ممكن نغير فيها. آه، فتحنا عمل جديد. هنختار الأداة، كليك يمين عليها ونختار الشكل اللي احنا عاوزينه. هنختار أول شكل بروش تول من أعلى، زي ما قلنا قبل كده في أي أداة في الخصائص بتاعتها. في هنا هذا الاختيار بنختار منه شكل الأداة اللي احنا عاوزينه. لها أشكال بنستخدم الشكل اللي احنا عاوزينه منها. وممكن بنغير. لو اخترنا أول شكل ده ممكن نغير حجم الأداة أو حجم الفرشة. كبر حجم كبير أهو، أو نصغر شوية فبيظهر عندنا أهو الحجم. لو اخترنا مثلا هذه الأداة كده ممكن نكبرها تظهر كده. أو هذه الفرشة، دي فرش اسمها الفرش. فهنختار أول شكل ده كده ونختار الحجم ده كده. طيب، فهنبدأ الأداة دي خاصة بالرسم، فهنرسم ممكن كده اهو. رسمنا كده هذا الشكل. نصغر شوية ممكن. نرسم. يمكن أنا مش شاطر في الرسم شوية، فإحنا بنجرب كده. رسمنا كده هذا الشكل مثلا. آه نختار آه شكل آخر أو فرشة أخرى. يعني مثلا إحنا كده بنجرب كده. آه دي أول شكل. الشكل التاني تقريبا نفس الشكل التاني، تقريبا نفس الاستخدامات برضو بتاع الشكل الأول، اختلافات بسيطة.
ممكن كده لو مكبر ممكن نعمل دايرة كده. ممكن لو عملنا نيو لاير كمان تحت كده، ونعمل مثلا وليكن هذا الشكل كده، بقى لاير طبقة خاصة، فممكن نحركها طبقة، نحركها كده. نجرب تاني نعمل لاير تاني اهو. هنختار، احنا بنتكلم في البنسل تول نفس اول شكلين تقريبا استخدامهم واحد يعني. فالاستخدامات طبعا زي ما قلنا بتخضع لإبداع كل شخص. الأداة التالتة أو الشكل التالت color replacement. طبعا ده الأداة دي بتستخدم في شيء اسمه استبدال الألوان. فهنرسم مثلا شكل زي كده كده. آه، هذه الأداة بتستخدم color replacement دي في استبدال شيء اسمه استبدال الألوان، اللي هو احنا اخترنا لون أحمر تاني وده لون أسود، فلما بنعلم عليه كده الجزء اللي احنا علمنا عليه بياخد نفس اللون الجديد. كده ممكن نستخدمها الاستخدام ده. وهنا لما بنستخدم اللون ده مش بنطلع بره الشكل اللي احنا رسمناه قبل كده، واحنا بنعلم كده مش بنطلع، مش بناخد من الشكل الابيض، لا بيبقى بنتحكم فيها بسهولة، لان احنا ممكن نستخدم الأداة الأولى أو التانية في اللي احنا في إن احنا نغير اللون. بس بيطلع لما بنستخدمه بيطلع اللون، هيطلع اللون الأحمر بره اللون، بره الشكل اللي اللي احنا رسمناه. فبنستخدم الأفضل هذه الأداة الشكل التالت، عشان لما نلون كده اهو بيبقى التحديد عند الشكل اللي احنا راسمينه بس. هذه اسمها أداة استبدال الألوان. الأداة الرابعة اللي هي خلط الألوان، هتظهر في التطبيقات العملية أيضا، بس هنشوف كده ممكن نعمل بيها ايه. ده لون اسود كده، واللي بره براه ابيض، الخلق بره وجوه ابيض. فلما نمسك هذه الأداة
من نبدأ من الأبيض للأسود اللي هي الأداة الميكسر، واللون اللي احنا مختارينه هنستخدمه بيها الأحمر. فلما نبدأ من بره لجوه كده، خدنا اللون الأحمر واللون الأسود بيحصل خلط، فأصبح خدنا جزء من اللون الأسود لجوه كده. لو بدأنا من اللون الأسود لبره هيبقى اللون الأسود والأحمر الأصلي. الأسود امتد شوية، جرب كده. في حصل خلط هنا في الألوان، في خلط في الألوان، بيحصل خلط. لونين بيبقوا واخدين مع اللونين طالعين ظاهرين مع بعض في أجزاء من الرسمة. نختار مثلا اللون الأخضر كده، بيحصل خلط، بيظهر هذا الاستخدام عند التطبيقات العملية طبعا. بنرسم رسمة تانية كده ونشوف برضو مدى إمكانية استخدام هذه الأداة. وزي ما قلنا هي بتخضع وبتتبع إبداع كل شخص في الاستخدام. أعزائي المشاهدين، وبكده نكون اتكلمنا وخدنا نبذة مختصرة عن أداة بروش تول، الأربع أشكال منها. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة. لكم تحياتي.